معك صرف؟ لا ما يا وليد معك صرف؟ هاتي صرف 1000 لو سمحت. وانت مو ذا. يا حبوب مشوار. اي اطلع. وصلنا لا تحت. هنا عندك. معك صرف؟ لا ما يا وليد معك صرف؟ هاتي صرف 1000 لو سمحت. وانت مو ذا. في حاجة مش طبيعي. شكلي غلطوا البت. من أنت؟ انا اللي بربيك يا ابن تعال قال من انا بس. ايش هذه الصورة؟ ايش هذه النصيحة يا أكرم؟ إيه؟ ميتنا وقلت تسكن بدالي؟ وهذه مين؟ مرتك انت. صالح؟ انت عايش مخليني عند اخوك جالس يهينني ويذلني، ولا زعل علي ولا حاقد. قسم بالله ما فيك امارة الرجولة ولا امارة النخوة يا فاشل يا سافل. فوق هذا كله احنا مرة كنت جالس تمشي وانا كنت تمشي، عندما كنت جالس تسرح تمرقح وحاجات من حقك هذا البعاسس، ها بدل ما تشتحط تقول تخرج الارض حقك لنا ابوها. بس انتم الله اعلم ايش في معاكم، قصتكم الله اعلم عادي طويل. انا شارع وحرقد لي بالشارع وشكلك مهما كده تغير ليكن فقد الذاكرة ونسيني. صالح. ايوه صباح الخير. على فكرة أنت شخص عظيم. كيف تموت ترجع للحياة مرة ثانية؟ هذا سحر صح؟ سحر ولا حاجة ثانية؟ ايش تفهم بس؟
كمان مش أنا. مش أنا. معلش أضحك. أسألك بالله، كيف واحد يرجع للحياة مرة ثانية هو قدو ميت؟ أنتم عاملين مسرحية ولا إيش؟ أنتم على أساس في واحد غيري يعني مسكتك كده؟ ما فيش إلا أنا. الحين أنت إيش تسوي بالضبط؟ أنا ولا شتي شيء، وأعتقد إنه المقابلة اللطيفة هذه لازم تنتهي. هو أنت صح؟ أنت اللي نهبت الأرض صح؟ من البداية كان بيتكلم، من البداية. والله العظيم إن أنا مين أول أسأله وحقق معه، وهو ما هلوش، يا إنه واحد يشبهه يا إنه واحد مقرمط فقد الذاكرة. أيوة من أول وأنا أقول لك مش أنا. حكيت الآن تتكلم. بس خلاص أنت وهو. إيش اسمك؟ صالح. يا أخي أنت حد كان عليك، وأنت أنا اللي شلته الأرض. أنت الحين تعتبر اللي عملته ذا رجولة؟ تتكلم أنت عن الرجولة وأنا قتلتك زي الكلب، ما كنتش قادر تحرك يدك. أجدت انتهاك حقوق الناس بقوة السلاح. تشتي اللي يدافع عن أرضه دي مش رجولة؟ حسين خلاص بعد ترجع له بعد. لحظة. بعد ايش نرجع نتفق؟ مش أنا. مش أنا والله. والله ما هو أنا. أنا داري إنه مش أنت. اهدى يا أخي أنا إيش دخلنا بعد اهدى. قلت لك اهدى وأنت ما صدقتك. اهدى لا تتحركش كثير، بتعور نفسك زيادة. اهدى. اسمعنا يا ابني، الكلام اللي بقول لك الآن كلام مهم جدا ولازم تركز معي على كل حرف. سمعت بالمولتي يونيفرس، تعدد الأكوان؟ نفس قصة صالح هذا اللي قالوا على إنه ميت. بالضبط، صالح اللي قالوا إنه مات. صالح هذا هو صالح اللي بعالمنا، مش اللي بعالمكم. يعني الحين مسافر عبر الزمان؟ مش مسافر عبر الزمن، لا. المولتي يونيفرس، تعدد الأكوان، هو الانعكاس الثاني لكونكم، أو أنتم الانعكاس الثاني لكوننا. كيف أشرح لك الموضوع هذا؟ انتظر لحظة. شوف يا ابني، المراية هذه عندها انعكاس لكل شيء ولا لا؟ شوف النظارة، هي النظارة ولا لا؟ إيه، بهذا الكون هي نظارة، بالكون الثاني في له نسخة ثاني نفس الشيء برضو نظارة. فهذا هو تعدد الأكوان، وهذه هي نظرية المولتي يونيفرس. يعني الحين النظارة اللي هنا بعالم مثلا، والمراية هي فاصل ما بين العالم الثاني اللي النظارة الثانية. اوكي، مش فاصل، لكن هي كانعكاس له بالعالم الثاني. يعني النظارة هذه في منه اثنين، بالكون هذا وبالكون الثاني. مثل ما أنت يا صالح لو سألتك إيش تشتغل؟ أنا مثلا أنا مصور. أنت مصور،
صالح اللي عندنا ايش كان؟ كان شغله نجار. في صالح بكون ثاني وكون ثالث كون رابع، تختلف الوظائف من كون لكون. فهمتنا؟ نوعا ما فهمته، بس ايش دخلينا بالكون اصلا؟ ايش دخلك انت؟ حلو انك سألتنا هذا السؤال. انا بقول لك ايش دخلك بهذا الكون يا صالح. اكرم يشتغل تبعي انا، طبعا انا اللي خليت اكرم يجيبك لهنا. وانا بقول لك يا صالح كذا بصراحة، موضوع صالح اللي بالكون حقنا اختطفته عصابة. العصابة هذه نهب حقه وقتلته. انا جبتك لهنا علشان ترجع حق صالح، وعلشان تقضي على هذه العصابة بشكل كامل. يا استاذ، ما فكرة عدو اثار الطعنة طري، ما تدخلناش متاهات، الله يرضى عليك. اي القصة مش قصة متاهات يا صالح، القصة قصة حق. لازم نرجع الحق لاصحابه، وانت المطلوب منك انك تقضي على العصابة هذه بشكل كامل وترجع الحق لاصحابه. ومجرد ما ترجع حق صالح انا اضمن لك انك ترجع للكون حقه. صالح حلو انك صحيت. رأفة خرج من البيت وشكل العصابة خطفته. رأفة مين؟ مرتك انت؟ هي بلا هبالة. رأفة خطف مني اياه. تعال معي. ايش قلت له هنا؟ هم قالوا لي اتصلوا لي قالوا لي هنا. ضحكوا علي. سألك بالله. انا ما ولا. انت اللي هنا. هات رأفة سريع، خارج احنا اللي واقع حقك. رأفة من الحبالة. مرته. مرت مين؟ اسألك مرت مين؟ صالح هرب. انا اقول لك سجينة فين؟ مع السلامة. ايه اكرم ماله؟ تعال دلع انتبه ايش اللي حصل؟ خالد قاعد ايش اللي حصل؟
ايش حصل له؟ دحين اسالك بالله هو مكان حق عالم. ايش في المكان ده الحين مع عقباك؟ يلا هيا قمش نودوه المستشفى ويسالون احنا ايش القصه ونروح كلنا ب 60 داهيه. شوف يا صالح، انت خلاص كملت المهمه اللي عليك. انا داري بشترك. انت جالس تشوف ان الاسلوب اللي استخدمناه عنك شويه، صح؟ لا لا يا صالح، انت ببساطه رجعت الحق لاصحابك، واللي يؤخذ بالقوه ما يسترد الا بالقوه. الحوار والنقاش ما ينفعش بمثل هذه المواقف. الحين يعني انت تتكلمني عن الحق والباطل. نفترض انه هذول اللي قتلناهم فعلا يستاهلوا انهم يموتوا. طيب واكرم ماله كرم؟ تعتقد انه اكرم بينجو من الاصابه بعد نحن عملنا له فقط اسعافات اوليه. شوف يا صالح، ما فيش حرب بدون ضحايا، واكرم ما خسرش. صح ان اصابته كبير، لكن اكرم انتصر واسترد حقه. دائما يا صالح علشان تسترد كرامتك وحقك لازم تخسر اشياء ثانيه بالمقابل. حاول تفكر بشكل ايجابي، لانه لو جلست تفكر بالخسائر بس عمرك مش تحقق اي حاجه. انا ما بتوهكش اكتر من كده يا صالح، وانا اشوف انك تروح ترتاح. بوعدك بمجرد ما تصحي بتكون بحالك. يا ولاد معك صرف. شكلي غلطتوا بالبيت.